السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كلمتنا النهاردة هي الشجاعة، خلق حميد يسمى من أمهات الأخلاق. ايه هي الشجاعة ومين هو الشجاع؟ يلا بينا نعرف. الشجاعة هي فن إدارة المخاوف. الإنسان الشجاع هو اللي يقدر يعرف مخاوفه ويقابلها ويتغلب عليها. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ من عكس الخلق ده أو من عكس الصفة دي. كان بيستعيذ من الجبن، يستعيذ من الإنسان الجبان ومن شعور أو خلق الجبن نفسه. فكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل. رواه مسلم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام استعاذ من أن يكون الإنسان بخيل أو كسول أو جبان، والأهم الجبن. طيب ايه هو الإنسان اللي ممكن يكون فاقد لشجاعته؟ الإنسان اللي يخاف يقول الصدق عشان خايف من المواجهات اللي ممكن تحصل له عشان قال الصدق. الإنسان اللي ممكن يخاف من تجربة جديدة، من شيء جديد هو ما عندوش الشجاعة ان يقبل عليه، على عمل جديد، على علاقة جديدة، على زواج. كل دي انواع خوف هي اللي تخلي الانسان يتراجع عن الخلق ده، خلق الشجاعة. طب علشان الانسان يكتسب خلق الشجاعة ده المفروض يعمل ايه؟ او حتى علشان على الاقل يتخلص من خوفه ويقدر يعيش في سلام. اولا انه يعرف هو خايف من ايه، ثانيا انه يعترف قصاد نفسه بالخوف ده، ثالثا يجرب الشيء اللي هو خايف منه عشان يتأكد ان هو ما كانش مستاهل كل الخوف والرهبة اللي جوه قلبه دي. ويكون مثالنا النهاردة عن عن سيدنا موسى عليه السلام. لما ربنا بعثه وكان خايف لانه كان يعني قتل شخص بالخطأ في مصر، وكان خايف من فرعون وملئه. فبيقول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إذ نادى ربك موسى أن آتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطق لساني فأرسل إلي هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. الله العظيم، سورة الشعراء. فهو هنا اعترف بكل خوفه لربنا سبحانه وتعالى، قول يا رب انا خايف ان هم يرجعوا يقتلوني عشان انا قتلت منهم حد، او من كتر توتر لساني يقف ما اقدرش انطق، ابعث معي اخي هارون يعني يسندني. لانه من المعروف ان سيدنا موسى عليه السلام كان عنده مشكلة في لسانه، بس جه ربنا سبحانه وتعالى طمنه وسنده وقال له: بسم الله الرحمن الرحيم: قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. سورة الشعراء. صدق الله العظيم. ان ربنا سبحانه وتعالى قال له: اذهب انت واخوك وما تخافش، احنا معكم مستمعون ومبصرون، ويعني ما تخافش من الظالمين. ونيجي في موقف تاني لما سيدنا موسى اجتمع مع فرعون ومع الملأ ومع السحرة. وبعد كده حصل الموقف بتاع الثعابين والعصي، فسيدنا موسى خاف برضه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ويجي هنا سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى بيوصف شعوره فبيقول: فأوجس في نفسه خيفة موسى، من سورة طه. صدق الله العظيم. يعني هو حس فعلا بالخوف، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أيده. وطبعا كان قصاد مش فرعون بس لوحده، ده فرعون و70,000 من السحرة وملأ فرعون كلهم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. صدق الله العظيم، من سورة طه. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيطمنه للمرة التانية، بيقول له: ما تخافش، القي عصاك وهي هتلقف كل ما يعني هتبلع كل اللي هم عملوه ده. والفعل هو ألقى العصا
فتحولت لكبرى كبيرة وكلت كل ده. فطبعا فرعون في الوقت ده خاف، والسحرة كلهم آمنوا بسيدنا موسى عليه السلام. لحد كده هو اعترف بخوفه وعرف هو خايف من ايه، وربنا سبحانه وتعالى سنده وطمنه مرة واتنين وتلاتة. لحد ما نيجي لموقف البحر، لما سيدنا موسى وصل عند البحر، وكان هو وقومه كان وراه فرعون وملأه. فوقفوا قومه خايفين، ولكن شوفوا ردوا عليهم ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فريق كالطود العظيم. صدق الله العظيم من سورة الشعراء. كده سيدنا موسى عليه السلام تخلص من كل خوفه، ووثق في ربنا سبحانه وتعالى، وواجه الخوف بتاعه وتغلب عليه كمان، وبقى عنده الشعور والخلق بتاع الشجاعة وقوي عنده. كل ده بإيه؟ علشان صدق ربنا سبحانه وتعالى ووثق فيه، وربنا في مساندته ليه، ووثق كمان في نفسه. فالحمد لله. وبكده نكون عرفنا ازاي ايه هي الشجاعة ومين هو الانسان الشجاع. فالانسان الشجاع مش معناه الانسان اللي ما بيخافش خالص، لا، الانسان الشجاع اللي يقدر يواجه خوفه ويتغلب عليه زي سيدنا موسى عليه السلام. فربنا يرزقنا الشجاعة على قول الصدق وعلى فعل الحق. ويا رب يا رب يكون فيديو خفيف ولطيف ويكونوا استفدتوا، ونتقابل بكرة ان شاء الله في كلمة جديدة افادني الله واياكم ونفعنا بعلمه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.